اليوم الاتجاه إلى بيت العرب القاهرة، حيث ممثل الوطن يلعب إن شاء الله الزعيم العناوي مع شيخ الأندية العربية وعميدها نادي الأهلي المصري في مواجهة في غاية الأهمية، وهي طبعا أول مباراة تقام بين الناديين الكبيرين على المستوى الرسمي. لكن دعونا نتوقف تاريخيا إلى تجربة أو علاقة النادي الأهلي في الرياضة أو الكرة الإماراتية. بدأت في يناير عام 1974 عندما كان الأهلي القاهري متواجدا في الدوحة، وكان يومها رئيس مجلس إدارة نادي النصر المرحوم حميد الطاير، والد الوزراء الكرام أحمد ومطر وعبيد وطارق والنجم سعيد. حميد الطاير رحمة الله عليه كان أحد يعني الرواد الأساسيين في مجلس المغفور للشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه. وفي إحدى المرات غاب المرحوم حميد أبو أحمد الله يرحمه ويغفر له لعدة أيام، وكان هدفه هو السفر إلى الدوحة لالتقاء مع المسؤولين في النادي الأهلي المصري ودعوتهم للعب إلى الإمارات وتحديدا أمام النصر. وبالفعل جاء الأهلي القاهري ولعب في يناير عام 75 أمام النصر، ويومها النصر كسب بهدف مقابل لا شيء سجله الدكتور حمدون لاعب الأهلي. الشيخ راشد رحمة الله عليه سأل عن المرحوم حميد، قال له وينك أبو أحمد، صار لك يومين ثلاث ما شفناك. ورد عليه أبو أحمد قال له طال عمرك أنا كنت في قطر أتفاوض مع نادي الأهلي للعب في دبي. وبالفعل كانت هنا نقطة الانطلاقة والبداية الحقيقية. زمان الأندية يوم يتبادلون اللاعبين يفرحون تثلج صدورهم، ليس ما يحدث اليوم. لا، زمان كان في تعاون صادق حقيقة. سهيل سالم مرر الكرة لأخوه حمدون وجاب جول في مرمى الأهلي المصري اللي لعب بكامل نجومه. ومن خلال هذا الصوت برفق لكم تشكيلة الأهلي القاهري اللي لعب في دبي. بعدها تكررت زيارات الأهلي القاهري إلى الإمارات، لعب في مهرجانات اعتزالات في أبو ظبي، سالم خليفة في العين، في الفجيرة الحارس ناصر علي، في دبي الدكتور حمدون، ياقوت جمعة. وأصبح النادي الأهلي جزء رئيسي في مسيرة العلاقة الرياضية الإماراتية. وهذا أيضا سأرفق لكم عن كتاب عن العلاقة الإماراتية المصرية في مجال كرة القدم خلال فترة قيام الدولة. وفي الحقيقة النادي الأهلي يعني قلعة كبيرة، وعندما زارنا كان صالح سليم المرحوم صالح سليم في السعودية وفي زيارة هناك، وله علاقة طيبة مع المرحوم عبد الله الفيصل الشاعر الأمير الكبير وله علاقة يعني كبيرة. وعبد الله الفيصل رحمة الله عليه أحد كبار مشجعين النادي الأهلي، ولا يحتاج أني أنا أعرفه من هو عبد الله الفيصل، يعني هو شاعر كبير غنت له أم كلثوم وغيره من المطربين الكبار. المهم صالح سليم جاء وقطع زيارة السعودية، جاء لي أيضا مشاهدة هذه المباراة التاريخية التي أقيمت على ملعب الرملي. وهذا الملعب موجود الآن مقابل مستشفى راشد في دبي، أي داخل أسوار استاد المكتوم في بردبي. وحقيقة العلاقة أو النادي الأهلي المصري أيضا أعطانا وقدم لنا في الكرة الإماراتية عدد من لاعبيه اللي لعبوا ومثلوا الدولة عسكريا. يعني هذه معلومة وايد مهمة. يعني نادي الأهلي طبعا ما أتكلم عن كل الأندية، لا أتكلم عن الأهلي القاهري. جانا مثلا مشير عثمان لاعب الأهلي، حسن جعفر لاعب حارس العروبة، ورجب عبد المنعم حكم ولاعب نادي النصر،
ابراهيم عبد الصمد لاعب الاهلي وايضا لاعب نادي الوصل. الجميع هؤلاء اللي ذكرتهم مثلوا الامارات في بطولات العالم العسكريه لكره القدم اللي كانت ايضا تقام في فتره السبعينات، تحديدا 73 74 75. يعني لعيبه الاهلي القاهري ما اكتفوا بس ان يلعبون مع انديتنا، لا، كانوا يلعبون يمثلون الدول في بطوله العالم العسكريه. فاذا كل الانظار تتجه الى قاهره المعز، الى مصر الحبيبه، لمتابعه هذه المباراه. تمنياتي للناديين النجاح والتوفيق، وان شاء الله اتمنى ان استفدتم من بعض المعلومات التي ذكرتها عن النادي الاهلي فقط، وسارفق لكم تشكيله الاهلي من خلال مقال كتبته، وارفق لكم ايضا كتاب جميل جدا عن العلاقه الاماراتيه المصريه، عن بعنوان الامارات ومصر سيره حب. وكلمه سيره حب انا اخذتها من احدى روايع السيده ام كلثوم. اتمنى لكم طيبه الاستمتاع والى اللقاء.